معانا النهاردة وصفة سهلة وخطيرة وكلنا عايزين نعملها. وصفة ايه؟ الكنافة بالمانجا. هتروحي تشتري صينية كنافة بالمانجا دي عشان تاكليها انتي و3 افراد معاكي، هتدفعي 450 جنيه. ايه رأيك بقى في اللي يخليكي تعمليها في البيت بأقل من 50 جنيه ونفس الطعم والشكل اللذيذ، وكمان سهلة وبسيطة جدا، وكفايه شكلها حاجه كده تفتح النفس، كمان تقدري تهدي بيها كل الناس اللي بتحبيهم. تعالى اقول لك بقى الطريقه الاقتصاديه بتاعتي وكمان طريقه مضمونه. اول حاجه هتجيبي نص كيلو كنافه عاديه جدا، النص كيلو ده بحوالي 13 جنيه، تقدري تحطيه في الفريزر وبعد كده تقصقصيه عادي جدا من المقص. بس الاسهل بالنسبه لي ان انا حطيته في الكبه، بس انا ما خدتش النص كيلو كله. فرمته حاجه بسيطه، بعد كده حطيت عليه كوبايه الا ربع من السمنه، ويا سلام بقى لو كانت سمنه بلدي هتبقى ريحه وطعم وشكل حاجه كده فظيعه، بس المشكله انها مش عندي. فحطيت من سمنه روابي برضو طعمها حلو، واحط معاهم حوالي معلقتين ونص كبار من السكر البودره. بعد كده هبدا افرمهم كويس جدا في الكبة. تقدري طبعا تحطي اي نوع سكر انت بتحبيه، لكن انا جايبه السكر العادي جدا اللي احنا بنشتريه من العطار. بعد كده هاتي صينيه ودهنيها بالسمنه بنفس نوع السمنه اللي انت عملتيها بيها، وابدأي افردي الكنافه كويس جدا، وحاولي دايما تعملي ليها حافه من الجناب عشان خاطر يبقى الكريم شانتيه والمانجا جواها ما يبقاش براها لما نيجي نقطعها. كأننا كده بنعمل الكيكه بالجنب، اللي هو الليفنج كيك اللي احنا بنعملها. وعشان خاطر تبقي مسويها كويس جدا، هاتي صينيه اصغر منها او طبق بلاستيك، وشوفيني زي ما انا بعمل كده بضغط عليها كويس قوي عشان خاطر تتساوى معاها، تخش فرن سخن لمده حوالي 10 دقايق، وبعد كده الشوايه على درجه حراره 180. تعالي بقى اقول لك الكريم شانتيه تعمليه ازاي في الكبه من غير مضرب كهربائي. انا هحط حوالي نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، عليه معلقتين من السكر البودره برضو، وعليهم معلقتين ميه، ابدا اضربهم في الخلاط او في الكبه، تقدري تعمليه برضو في الخلاط. اول ما يتقل معايا ازوده معلقتين ميه. حسيت ان هو لسه تقيل جامد قوي، هزوده كمان معلقتين ميه. لقيتي ان هو لسه سايب يبقى عايز يتضرب اكتر من كده شويه، وهكذا تقدري تزودي كريم شانتيه وسكر وميه لغايه ما يوصل القوام. لكن ما ينفعش تحطي كريم شانتيه كله وبعد كده وتحطي عليه كوبايه الميه كلها وبعد كده تقلبيه، لا لازم واحده واحده. وصلت للقوام اللي انا عايزاه يمسك شويه، هحطه كمان ايه في التلاجة حبه صغيرين. طلعت الكنافه، وزي ما متعودين شربات الكنافه بارد على الكنافه تبقى سخنه، وحاولي دايما الحواف اللي احنا عملناها دي تحطي عليها الشربات. بنزل كده الشربات في كل الجوانب وخليها بقى على جنب. الكريم شانتيه خلاص جمد معانا، بس هخليه على جنب. اول حاجه الكنافه لازم المانجا، تجيبي مانجا ناشفه شويه، انا ما لقيتش ناشفه غير ان هيبقى جواها خضره، فحاولت اجيب مانجا تبقى وسط، لا ناشفه ولا ماسكه. وانت بتقطعيها لازم تقطعي كده بالجنب، وقطعيها حاولي تقطعيها رفيع. وده طبعا انا عملتها بحوالي مانجايتين صغيرين، عشان كده قلت لكم بطريقه اقتصاديه. تقدري تجيبي انت كيلو مانجا او 2 كيلو مانجا وتعمليها مش بطريقه اقتصاديه، وتزوقيها من فوق بالشكل اللي انت عايزاه. خلاص الكريم شانتيه عملته نزلته في الكنافه من جوه اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده هنبدا نظبط الشكل اللي احنا عايزينه، تقدري تعمليها بالشكل الرفيع زي ما وريتكم كده. ولو انت عندك كميه مانجا كبيره هترسميها على شكل ورده، لكن انا زي ما قلت لكم هنعملها بطريقه اقتصاديه بمانجايتين بس. تقدري برضو تقطعي المانجا عبارة عن مكعبات وترشيها عليها من الوش برضو الشكل اللي انت حباه. حاولي تختاري دايما الشكل الاسهل ليكي. وبعد ما خلصناها زوقتها من فوق بشوية من الكريم صوص الكراميل من فوق. حطيها بقى في التلاجة وقطعيها وقدميها، شكلها وطعمها تحفة. وما تزوديش سكر في الكريم شانتيه عشان خاطر الكنافة مسقية شربات وبتعادل الطعم، ما بتخليهوش مسكر.